ايه الاخبار يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. في فيديو النهارده انا جايب لك الموبايل المثالي في فئه ال 6000 جنيه. تقريبا ما فيش موبايل بالسعر ده، واتحدى اي حد يجيب لي موبايل بنفس السعر في مميزات اللي موجوده في موبايل النهارده. الموبايل اللي معانا النهارده هو الانفينكس هوت 50. هقول لك كل المميزات اللي موجوده في الموبايل، وهقول لك كمان العيوب اللي ما عجبتنيش، لانه على قد ما الموبايل ده قوي وبيقدم طفره على الفئه اللي هو نازل فيها، لكن اكيد ما فيش موبايل ما فيهوش عيوب. وده دور النهارده اقول لك ايه عيوب الانفينكس هوت 50. خليني بقى ما اطولش عليك، يلا حضر حاجه سخنه تدفينا في الجو ده، ويلا بينا نبدا باول نقطه، وهي التصميم. صحيح الجهاز بالكامل من البلاستيك، ولكن ده الطبيعي في الفئه السعريه دي. لكن الميزه اللي هنا ان الظهر مصنفر مط، يعني من الاخر ما بيبصمش، مع وزن 187 جرام مع سمك 7.7 مللي. يعني مسكه الموبايل ده هتبقى مريحه، ماسكه كده مش رخيصه على الاطلاق. يعني انت في الفئه السعريه دي بتاخد وزن خفيف وسمك نحيف جدا، تصميم حتى مختلف عن اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، مع رص كاميرات في الظهر كده جايه على شكل مستطيل راسي. لكن ما يغركش الثلاث كاميرات، هي كاميرا واحده في الحقيقه، لكن الكاميرتين التانيين محدش عارف مصدرهم ايه. لكن موضوع الكاميرات ده هنجيله قدام شويه. من الجنب هتلاقي عندك زرار تعليق وتوطيد الصوت، وتحته زرار الباور اللي مدمج فيه بصمه الاصبع. وبصراحه اداء البصمه هنا ابهرني، لان انا كنت متوقع وما اكدبش عليكم ان البصمه هتكون تقيله ورخمه شويه، لكن اتفاجئت منه ان البصمه هنا ادائها سريع جدا ومن الاسرع في الفئه السعريه دي. ودي نقطه تفوق بيها الانفينكس هوت 50 عن باقي الموبايلات اللي في نفس الفئه. البصمه تقريبا هنا ما بتغلطش. والناحيه الثانيه ما عندكش اي حاجه خالص غير درج الشرايح اللي بيكون فيه مكان لخطين وكارت ميموري في نفس الوقت، مش خط واحد وكارت ميموري. فالجهاز بصراحه كتصميم ما اقدرش اعيب عليه اي حاجه. الجهاز بصراحه جميل كتصميم، وسمكه جميل، ومسكته في الايد مريحه. فعلا ما عنديش مشكله خالص مع التصميم. نيجي بقى لشاشه الموبايل. بقينا نشوف دلوقتي في كل الموبايلات تقريبا شاشه اموليد، لكن الموبايل هنا بيجي الشاشه بتاعته بمساحه 6.8 انش، او للدقه 6.78 انش، على عكس كل المنافسين اللي بيجوا بشاشه بمساحه 6.7 انش. فهتحس الموبايل ده اطول شويه عن كل الموبايلات المنافسه. لكن الشاشة بتيجي من نوع IPS. هي الشاشة IPS مش AMOLED، ولكن بتيجي بكثافة بكسلات 396 بكسل لكل بوصة. مشاهدة المحتوى عليها مش هقول لك الأجمل أو الأحلى أو الألوان المشبعة والكلام ده كله، هي كويسة بصراحة وألوانها هادية، لكن ما فيهاش التشبع بتاع الشاشات الأموليد اللي احنا اتعودنا عليها. وفي موبايلات في نفس الفئة السعرية دي بتيجي بشاشات أموليد، ولكن هكرر واقول لك انه في الفئه السعريه دي ما تستناش ان انت تاخد كل حاجه. طبعا كنت اتمنى ان تبقى شاشه اموليد، لكن الشاشه هنا فعلا جميله ومش هتضايقك خالص. بس الشركه علشان تصالحك، فهنا الشاشه بتيجي بتردد 120 هرتز، وهي من الاسلس في الفئه السعريه دي. الشاشه فعلا سلسه جدا جدا جدا. ومن جوه السيتنجز هتقدر تختار وضع اوتو، اللي هو اوتوماتيك كده الشاشه هتقدر تتنقل من تردد للتاني. وعندك كمان ممكن تختار ال 60 هرتز اللي بيوفر للطاقة، أو 90 هرتز اللي هو الوسط يعني، أو ال 120 عشان تاخد أقصى سلاسة ممكن للموبايل، مع السطوع التلقائي اللي بيوصل ل 800 نتس أو 800 شمعة، اللي تجربته مقبولة تحت الشمس. لكن بصراحة مع الشمس المباشرة أو العمودية على الشاشة هتحتاج تحط إيدك كده على الشاشة عشان تشوف الموبايل. واستهواذ الشاشة من الواجهة الأمامية بيوصل ل 86%، وده بسبب إن الحواف قليلة. طبعا مش هقول لك انه مفيش حواف خالص، لكن فعلا الحواف قليله، ولكن اكبر حافه فيهم هي الحافه السفليه، وده شيء متوقع في الفئه السعريه دي. لكن في ناس هتيجي تقول لك في الفئه السعريه دي يا عم انا مش عايز لا شاشه اموليد ولا عايز الحاجات المبهرجه دي، انا كل اللي عايزه اداء، انا شاري الموبايل على لسان الاداء، انا مش دافع 6000 جنيه علشان اخد احسن شاشه او احسن تصميم، انا عايز اداء حلو. وده اللي بالفعل اللي بيقدمه الموبايل ده. الموبايل بيجي باندرويد 14 باحدث سوفت وير من انفينكس، هو الاكس او اس 14.5 14.5 من 10. لكن سوفت وير فعلا مليان مميزات، زي مثلا خاصيه الاولوز اون ديسبلاي، انك مثلا تسيب الساعه والنوتيفيكيشن تظهر لك على اللوك سكرين مع كله كده حواليها اسود، وتبان الساعه والنوتيفيكيشن بس في النص. لكن ما تنساش ان الشاشه هنا مش اموليد، وده مش هيوفر لك في الطاقه. وكمان عندك السبليت سكرين او قسم الشاشه، والفلوتنج ويندوز او التطبيقات العائمه اللي تقدر تحرك بيها التطبيق من اي مكان انت عايزه في الشاشه، والديناميك بار اللي بيظهر فوق كده وانت بتعمل اي حاجه على الموبايل. والغريب بقى والمميز في الموبايل ده انه ارخص موبايل في السوق بيدعم مزايا الذكاء الاصطناعي. عندك هنا الاي اي اريزر اللي بتقدر تمسح بيه اي حاجه مش عاجباك في الصوره، عن طريق ان انت بس تشخبط عليها وشكرا هتلاقي الحاجه اتمسحت. وفعلا السوفت وير هنا بيحاول يركز على مزايا الذكاء الاصطناعي، بدليل مثلا ان الجاليري هنا هتلاقي اسمه اي اي فوتو او اي اي جاليري، يعني هتلاقي كلمة AI طالعة لك في كل حتة في الموبايل. بس بصراحة ما اكدبش عليكم، اللي هاممني في الليلة دي كلها هي المعالج اللي في الموبايل ده. الموبايل جاي بالهيليو G100،
أقوى وأرخص معالج ممكن تمسكه في الفئة السعرية دي كلها. المعالج ده ممتاز جدا وهيديك تجربة فعلا مميزة في الموبايل ده، والموبايل فعلا سريع جدا جدا على الفئة السعرية دي. يعني تتحرك من برنامج للتاني، السكرولينج، أي حاجة هتعملها على الموبايل ده هتتم بسلاسة تامة. وبأكد برضو إن الكلام ده كله على الفئة السعرية دي. الموبايل ده بيقدر يشغل ألعاب تقيلة زي بابجي على 60 فريم، أيوة زي ما سمعت، وكمان كول اوف ديوتي على 60 فريم، وكل ده ب 6000 جنيه. فلو انت شخص يهمك الاداء والمعالج والكلام ده كله، فتوكل على الله في الموبايل ده. فعلا مفيش فيه اي مشكله خالص، وده اسرع موبايل في الفئه السعريه دي. الصوت في الجهاز مونو سبيكر مش ستيريو سبيكر، يعني الصوت بيطلع من السماعه اللي تحت بس، واللي صوتها بصراحه واطي شويه، وحتى الصوت اللي طالع منها مش مجسم كده زي موبايلات تاني في نفس الفئه السعريه دي. الغريب بقى ان اخوه الصغير اللي انفينكس هوت 50 اي جاي بسماعات ستيريو. كنت عامل لك مراجعه ليه، هتطلع لك من الاي اللي فوق هنا او هنا، وهاسيب لك كمان اللينك تحت. بصراحة كده نقدر نقول إن نقطة الضعف الكبرى في الجهاز ده لحد دلوقتي هي جزئية الصوت، لكن مش الصوت بس، لأن احنا دلوقتي هنخش على جزئية الكاميرات والتصوير. بس الأول لو أنت وصلت معايا لحد هنا فشكرا ليك، وما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب لأن ده بيفرق كتير. ويلا بينا نكمل. الجهاز ده صحيح بيجي ب3 كاميرات في الظهر، لكن تقريبا اللي شغال منهم هي كاميرا واحدة بس، وما عندكش لا كاميرا ماكرو ولا كاميرا الترا وايد للتصوير الواسع ولا حاجة من الحاجات دي كلها خالص. السنسور الرئيسي بيجي من سامسونج بدقة 50 ميجا بكسل، وفي كاميرتين تاني مجهولين المصدر، والكاميرا السيلفي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل. وتجربة التصوير في الموبايل ده فعلا غريبة. الصور بالنهار جميلة ومشبعة بالألوان حلوة فعلا، والاتش دي ار مظبوط، والكونتراست كمان مظبوط. كل حاجة فعلا كانت جميلة بالنهار، وما حسيتش اللحظة ان الموبايل كارثي او سيء في التصوير. لكن المشكلة كانت في تصوير الأشخاص. فعلا الوشوش مش كل صورة بتطلع زي أختها. في صور بتطلع فعلا حلوة وجميلة ومشبعة، لكن في صور تانية بتطلع مظلمة. وصور السيلفي في الجهاز ده بصراحة مش حلوة ونقطة ضعف، لكن بصراحة هتأدي معاك الغرض. وبالنسبة للفيديو فالموبايل بيقدر يصور معاك لحد دقة 2K. دي كده في موبايلات أغلى منه ما بتصورش الكلام ده، آخرها 1080 بس. فتلخيصا الكاميرات في الجهاز ده، الجهاز ده أصلا مش موجه للتصوير، لكن تجربة التصوير فيه كويسة ومقبولة على الفئة السعرية اللي هو فيها. لكن طبعا زي ما قلت لك مفيش لا كاميرا ماكرو ولا كاميرا الترا وايد خاصة بالتصوير الواسع. بصراحة كل دي عيوب موجودة في كاميرات الجهاز. الموبايل برضو بيدعم كافة المستشعرات الموجودة زي مستشعر المكالمات اللي بيقفل الموبايل على ودنك وانت بتعمل مكالمة، ويدعم الجيروسكوب بس سوفت وير مش هارد وير، ولكن فعلا اداؤه مقبول. وبيدعم خاصيه NFC للدفع اللا تلامسي، وكل دي مميزات فعلا كويس ان هي موجوده في الفئه السعريه دي. بس بصراحه مشكلته انه ما فيهوش مايك تاني لعزل الضوضاء، وهتحتاج تجيب لك سماعه بلوتوث محترمه يكون فيها نويز كانسليشن محترم. كنت عملت لك فيديو عن ارخص سماعه فيها الميزه دي، هسيب لك لينك الفيديو تحت. واخيرا وليس اخيرا، بطاريه الجهاز ده بتيجي بسعه 5000 ملي امبير مع شاحن 18 واط. هو بصراحة متواضع شوية لكن موجود جوه العلبة. الجهاز كأداء بصراحة هيقعد معاك طول اليوم، وهيقعد معاك 8 ساعات شاشة مفتوحة للاستخدام العادي، لكن سرعة الشحن بطيئة شوية وتقريبا بيشحن في ساعتين. فأتمنى من الإصدارات الجاية من الموبايل ده يحسنوا سرعة الشحن شوية. تلخيصا لكل الكلام اللي قلناه على الموبايل ده، واللي عايز يعرف سعر الجهاز ده للنسخة 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 بتيجي بسعر 6400 جنيه. في نسخ أعلى شوية وفي نسخ أقل شوية، بس نصيحة مني دي النسخة المثالية فعلا على الفئة السعرية دي. بالسعر ده الموبايل هيميزه الأداء بتاعه اللي بيجي بمعالج هيليو G100، وده تقريبا أقوى معالج في الفئة السعرية دي، مع شاشة بتيجي بتردد 120 هرتز، مع بطارية عملاقة بقوة 5000 ملي أمبير هتصمد معاك طول اليوم، مع محتويات علبة كاملة فيها الجراب والشاحن والسكرين بروتكتور وكمان سماعة سلك. حتى الضمان موجود 18 شهر ضمان محلي، يعني بعيدا عن حوار الضرايب الجديد، لأن الموبايل مصنوع في مصر بضمان محلي لمدة 18 شهر. فأنا برشح لك الموبايل ده لو آخرك في الفلوس 8000 جنيه، فالموبايل ده المثالي ليك. وبس كده، ده كان رأيي لموبايل الانفينكس هوت 50. بس لو عايز تشوف منافس للموبايل ده من شركة سامسونج ممكن تشوفه من هنا.